أصعب حاجة في العلاقة الزوجية إنك تبقي محتاجة الاهتمام مش تلاقيه سنين طويلة. النهاردة هتكلم عن موضوع كتير مننا ممكن ما ياخدوش بجدية كافية، هو عدم الاهتمام في العلاقة الزوجية. الاهتمام مش بس كلام، مش كلام حلو وقت زعل وخلاص. الاهتمام أفعال بسيطة لكنها مهمة جدا، كل واحد فينا بيحتاجها من التاني. محتاج كلمة حلوة، بنحتاج إحساس يقربنا لبعض. احتياج لازم يكون مستمر مش وقت الحزن وبس. لازم نسمع بعض لأن عدم الاهتمام بيبدأ بسيط ولكن مع الوقت بيدمر أي علاقة. الاهتمام مش دايما بينطلب، الاهتمام بيتحس، ولما يكون موجود بصدق بيقوي أي حاجة صعبة في حياتنا. غياب الاهتمام بيضعف علاقتنا، وجوده بيخلينا نقدر نكمل. والاهتمام مش بين الزوجين بس، ولا أهل ولا إخوات ولا أصحاب. الاهتمام بيكون في أي حاجة حلوة موجودة في حياتنا. الاهتمام وصلني لعلاقة الناس فاكرة إنها مستحيلة، هي علاقتي بضرتي وباهتمامي بيها. وصلني لقلبها هي وولادها. والفيديو الجاي هحكيلكم أنا وصلت لقلب ضرتي إزاي. لو حسيتي بالكلام ده اكتبيلي رأيك في التعليقات وشاركي الفيديو مع حد محتاج يسمع كل الكلام ده.